محتارة على الغدا ومش عارفة اعمل لهم اكل ايه النهارده، واحترت خالص وبقيت عمالة رايحة جاية كده شبه الفرخة الدايخة. طيب اعمل ايه غدا النهارده؟ تعالي بقى اما اقول لك كده فكرة جميلة جدا جدا وهتوفر عليكي كده اليوم وهتنجزي. صليتي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. جبت بصلتين خرطتهم مكعبات صغننه كده بالسكينه بتاعتي على مكعب من الثوم، حطيت ملح فلفل اسود شطه وكمون وكزبره ناشفه واحده بس من مكعب المرقه، بتدي ريحه عالميه. هقلب بقى المكونات القمر دي وشمري كده بقى ودعكيهم دعكه حلوه كده بايديكي، طلعي ميه البصل كده وخليه دبلان. هنا بقى جبت كيلو من البطاطس او تقريبا كده مثلا 5 6 وحدات، وقطعتهم زي ما انت شايفه كده، وهبدا بقى اخلط البصل بالتوابل بالثوم بالبطاطس واخلي كده كل حاجه تتغلغل مع بعضها. هنا مش هنضيف صلصه، هنعملها باللون اللي هو الابيض او الصوص بتاعها هيبقى جميل قوي قوي قوي. فزودت لها يا اما كوبايتين كده من الميه او كوبايتين من الشوربه. وطلعت عندي كده كيس كفته ببقى مجهزاه عندي في الفريزر، بينفعني جدا. الحاجات دي بقى بتنفع عندك حبه كفته كده باقيين مثلا من مره، شويه كده جوانح فراخ، يعني انت ظبطي نفسك، حبه سجق كده مرميين على جنب، انت ظبطي نفسك كده وظبطي كل حاجه. طبعا بعد ما زودت الميه هحطها كده على البوتاجاز من فوق، وهغطيها بورقه فويل من على عين البوتاجاز من فوق. وفي الاخر خالص هدخلها الشوايه لمده 5 دقايق يا دوب الكفته كده تتشمع معايا. طبعا الكفته كشت بقى والبهريز كلها نزلت كده في قلب الصينيه، وخلت الصينيه الحكايه حكايه حكايه تحفه. عملت جنبها شويه سلطه خضراء وشوربه لسان عصفور وكمان شويه رز بشعريه، والف هنا وشفا للي يجربها مقدما.